ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده نزلت السوق ما كنتش عارفه اعمل ايه، كنت محتاره. بصيت لقيت قدامي بتنجان رومي، قلت النهارده هنمشيها مسقعه باللحمه المفرومه. عيالي قالوا لي يا ماما لو هتعملي لنا مسقعه باللحمه المفرومه اعمليها لنا بشاميل في الفرن. قلت لهم حاضر من عينيا الاثنين، بس كده. ولو اني انا ما بحبهاش بشاميل، انا بحبها مسقعه كده بالصلصه واللحمه المفرومه. تمام. نزلت جبت البتنجان بتاعي وقطعته حلقات زي ما انتم شايفين. جبت كيلو ونص بتنجان على نص كيلو لحمه. هتقولي لي يا روكا البتنجان ليه اكتر من اللحمه؟ هقول لك لما بتقطعيه وتحطيه في ملح وتسيبيه في المصفى من بالليل، بتقومي تاني يوم تلاقيه منزل ميته في الطبق، تلاقيه منزل ميه كده مع التحمير، فبيقل الشويه اللي انت فاكره ان هم كتير قوي هتلاقيهم قلوا. جبت اللحمه بتاعتي، حته زبده، شويه زيت، واديت لها تقلبتين وشوحتها، ونزلت بالبهارات بتاعي كله: الملح، فلفل اسود، شويه سنه كمون، شويه كزبره، بصل بودر، توم بودر، توابل لحمه، شويه كركم، شويه توابل حلوه كده. وبعد كده نزلت بالصلصه بتاعتي وسبتهم يغلوا غلوتين. جبت بقى البتنجان العروس. البتنجان العروس ده ابن عم البتنجان الرومي. انا عايزه اقول لكم كمان معلومه: مفيش محل فول وطعميه في مصر الا وعلى راسه البتنجان الرومي. ومعلومه كمان: البتنجان الرومي لما تيجي تعمليه مسقعه ما تقشريهوش، لان الحديد كله في القشر بتاعه. انا شخصيا ما بقشرهوش. الصلصه بتاعتي بعد ما اتعصجت اللحمه بالصلصه، جبت بصلتين وسط ورحت فرماهم وحطاهم على الصلصه. ادت غلوتين وريحتها كنت واقفه عماله اقول اللهم اني صايمه، اللهم اني صايمه. حطيت اول طبقه من اللحمه بالصلصه في البايركس بتاعي، وبعد كده نزلت بالبتنجان بتاعي، رصيته رصه حلوه. وبعد كده نزلت بالصلصه بتاعتي كلها، ما خليتش حاجه. يعني اول راق صلصه اللحمه المتعصجه، وبعد كده راق البتنجان واحده واحده معايا، وبعد راق البتنجان تقومي نازله ببقيه الصلصه كلها تغطي بيها البتنجان كله. فزي ما قلت لك لما تيجي تعملي مسقعه ما تقشريش البتنجان، تمام؟ لان الحديد كله في القشره دهيت، زيها زي السبانخ، زي الكبده البلدي، في شويه خضار كده معين بيبقى الحديد فيهم. تمام. خلصت بقى، لازم انضف بقى الشويه اللي وقعوا دولت. انا على فكره من الناس اللي ما احبش اقف في المطبخ ابدا، وفي حتى معلقه في الحوض مش نظيفه، حتى لو انا بعمل كذا صنف لازم انضف حواليا. يعني نظفت البيت كله من نظافه المطبخ. نظفتي المطبخ البيت كله نظيف، ما نظفتيش المطبخ البيت كله مش نظيف. انا بالنسبه لي كده نزلت بقى بالكريمه بتاعتي زي ما انتم شفتوا، جميله الكريمه، روعه روعه البشاميل بتاعته. خلصت ودخلته الفرن، وجيت بقى رجعت البتنجان العروس. البتنجان العروس يبقى ابن عم البتنجان الرومي عشان تكونوا عارفين، يعني الاتنين واحد، بس كل نوع بيتعمل بطريقه شكل. انا ما بعرفش اعمل البتنجان العروس الا لما بقسمه بالنص زي ما انتم شايفين، واجيب الثوم بتاعي والفلفل الاخضر وافرمهم مع بعض، وانزل بطماطميتين جامدين وليمونه، شويه ملح، سنه فلفل اسود، في ناس ما بتحبش الفلفل الاسود. وقلبت كله ببعض. وعايزه اقول لكم برضو ريحته جامده جدا، بقيت واقفه اقول اللهم اني صايمه. خلصت بقى، ما اعرفش اكل بتنجان مخلل لما لازم الخبطه في بعضه كده، لازم اقعد الخبط كده في بعضه عشان احس ان انا واقفه بعمل بتنجان مخلل. بعد ما تنزلي بقى بالخلطه بتاعتك وتقلبي كله، بيرصي بقى في الطبق براحتك، بس اهم حاجه يتلخبط كده كله في بعضه. انا رصيته في الطبق، بس احب كده الخبط كله في بعضه. رجعنا للبشاميل بتاعنا بقى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصوا بقى لما طلعت ما شاء الله من الفرن، عايزه اقول لكم طعمها كان جامد جدا. خلصت البشاميل بتاعي، عملت جنبيه رز ابيض. عيالي دايما بيحبوا الرز الابيض. يا جماعه الرز الابيض ما بيتاكلش جنب البشاميل، لان دي نشويات ودي نشويات. اعملي لنا يا ماما. عملت نص كيلو رز فقط. الملوخيه دي انا كان نفسي اكل ملوخيه جنب البشاميل، لان انا ما اكلتش رز على فكره، ولا حتى اكلت عيش. انا اكلت شريحه بشاميل وكلت طبق ملوخيه واكتفيت بكده وحمدت ربنا. تقول لي يا روكا ما شاء الله عايزين نقتصد كل ده واقتصاد. اقول لكم ما شاء الله الاكل ده هيتاكل على يومين، مش هيتاكل في يوم واحد. لازم نقتصد، نعمل لو عملنا كميه ناكلها على يومين. يا جماعه اللي ما بياكلش اكل بايت ياكل بقى خلاص، يعني عايزين نقتصد. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.